السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتكم قناة حكيمة مع الحلو. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. فيديو اليوم هو عبارة عن حريشات صغار معمرين أو لا معجونين بالبصلة والفلفلة اللي كيجيو زوينين وبنان. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتتبعوه من الأول حتى الآخر وتشوفوا المقادير والطريقة ديال الخدمة ديال هاد الحريشات. هاد الحريشات ينفعوكم في رمضان، ساهلين ودغيا كيوجدوا، تقدري توجديهم في اخر لحظه. تبعوا معايا المقادير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 600 غرام ديال السميده رقيقه اللي غادي نبسبسوها بنص كاس ديال الزيت، وغنحتاجو شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره ديال الخبز. بالنسبه البصلة غادي نحتاجو البصلة مشلضة رقيقة والفلفلة على حساب الموجود عندكم. انا درت فلفلة صفراء وفلفلة حمراء. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو شوية الملحة، شوية الفلفلة حمراء حارة على حساب الذوق، وشوية ديال الابزار، ومعلقة صغيرة ديال الكمون انا نسيت ما حطيتهاش اللي غنضيفها في الاخير من بعد ما نشحر البصلة والفلفلة. صافي ان شاء الله دابا نبداو ندخلو الزيت، نلبسو السميده بالزيت. صافي نبداو بسم الله، نحاولوا نخويو شويه بشويه وحنا كنلبسو هذيك السميده بالزيت مزيان. صافي دابا من بعد ما لبس السميده لبستها بالزيت مزيان، صافي غادي نحطوها على جنب ترتاح وندوزو نشحرو البصله والفلفله. غادي ناخد مقله غادي ندير فيها شويه زيت الزيتون، تقريبا هذيك 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. ندير البصله اللي شلطتها رقيق، مهم جدا انك تشلضيها رقيقه. من بعد نضيف الفلافل اللي كيبقاو على حساب المتواجد عندك. انا درت هنايا 2 فلفلات صغار قطعتهم رقاق. كذلك غادي نضيف التوابل مباشره، يعني الملحه والبزار والفلفله حمراء حاره اختياريه كتبقى. غير هو هاد الحرشه هذه ملي كديري فيها الحار كتجي احسن. صافي من بعد ما شحرتهم درتهم على هاد الطريقه هذه، غادي دابا ندوز نعجن الحرشه ديالي. غادي ناخذ السميده اللي لبستها بالزيت، ندير الملحه، الخميره، غير الخميره غير قليل شويه تاع الخميره ماشي بزاف، قد الحمصه هكا. صافي مباشره نضيف ليها الفلفله والبصله على هذا الشكل هذا. من بعد ما نكون خليت واحد شويه ديال السميده اللي فيها الزيت نقصتها باش نقرص بها هذيك الحريشات الصغار. راه كما كتلاحظوا خليتها على جنب. صافي نحرك المقادير كامله اللي عندي، يعني السميده والفلفله والبصله
باش يدخلوا في بعضياتهم. نحاول ندمجهم مزيان صافي، وناخذ الماء بارد ونبدا نعجن في السميده ديالي اللي عندي، غير برؤوس الاصابع باش ما تعجنش ليا. غير نحاول غير ندخل فيها الماء برؤوس الاصابع. كيف ما كنعرفوا يعني الحرشه ما كتبغيش تعجن. صافي نستمروا في العجين، تنجمعوا الحرشه كامله، نخليوها شويه مطلوقه، حيت من بعد السميده راه كتشرب الماء، يعني من الاحسن نخليوها شويه مطلوقه. صافي كيف ما كتلاحظوا انا كملت يعني السميده، جمعتها بهذاك الماء اللي طلبت كاس وربع تاع الماء. صافي غادي نخليها ترتاح واحد 5 حتى 10 دقائق، ومن بعد ندوز نطيبها. صافي هي من بعد ما ارتاحت غادي غادي نديرهم على شكل حريشات صغار. كيف ما كتلاحظوا انا ما عنديش المول ديال الحريشات الصغار، خديت غير هذيك يعني الغلاقه تاع شوكولاط نوتيلا، ولبستها ببلاستيك غذائي. صافي ورشيت عليها شويه ديال السميده هذيك اللي احتفظت بها من الخليط الاول، وبديت كنعمرها هكايا بالخليط اللي عندي، وكنحاول نقاد لها السطح الوجه ديالها. هكا كتبقى هاد العمليه هذه احسن اللي بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم المول بحالي انا، يعني ما عنديش المول، اكتفيت يعني غير بهاد الغلاقه ديال النوتيلا وخدمت بها. هيا حطيتهم فوق المقله كيف ما كتلاحظوا. غادي نخليهم يطيبوا ثم نقلبهم على نار مهيله باش ياخذوا وقتهم في الطياب. ها هما من بعد ما قلبتهم كيف ما كتلاحظوا كياخذوا اللون الذهبي، كيطيبوا على هذا الشكل. صافي نخليهم يطيبوا من التحت ومن بعد نتلاقاو. ها الحريشات من بعد ما طابوا كيطيبوا على هذا الشكل هكا، يعني شكل مذهبين طايبين مزيان، كيجيو على هذا الشكل. شوفوا من الداخل كيفاش دايرين، كتجي هذيك البصيله والفلفله هكا عامرين، كيجي المذاق ديالهم بنين زوين، يعني فكره جديده ما كتطلبش شي وقت يعني طويل، دغيا كيوجدوا. وتقيدوهم هكا رمضان ان شاء الله هو على الابواب. الله يدخل علينا بالصحه والعافيه وبالرزق يا ربي. هكا يعني دغيا يوجدوا في اخر لحظه توجديهم، ساهلين ان شاء الله. يا ربي يعجبكم الفيديو وينالوا الاعجاب ديالكم الحريشات وتجربوهم. واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نخليكم مع الصور ديال الحريشات واترككم في رعايه الله الى فيديو قادم ان شاء الله.